السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي افكار بسيطه مع سومه. اليوم غادي نحضروا عصير صيفي 100%، اللي فيه 3 ديال المكونات اللي كيكونوا متواجدين بكثره في فصل الصيف، وغادي يعجبكم وكيجي منعش وصحي وعنده بزاف ديال الفوائد. اول حاجه غادي نبداو المكونات على بركه الله. غادي نحتاجو الفريز. المهم الكميه كتبقى على حسب، كيف ما كنقول لكم ديما، على حسب عدد الاشخاص. وغنحتاج حب الملوك او الكرز، كيكون موجود في هاد الوقيته ديال الصيف بكثره. وغادي نحتاج كاس كبير ديال العصير ديال البرتقال. هنا كان عندي جاهز، يعني خديته من المحل، يعني اي نوع ديال العصير اللي كيكون جاهز، بحال عصير ديال البرتقال جاهز، يعني بحال نكتاري او اي نوع ديال العصير. المهم هو اللي درت به هذا العصير. واول حاجه غادي نقطع الفريز قطع صغار. وبالنسبه لهذا العصير راه كيكون مفيد بزاف الناس اللي كيكون عندهم نقص في الحديد، وحتى بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم. وكيكون عنده بزاف ديال الفوائد اللي هي صحيه 100%. و وهذا العصير من بين افضل العصائر المتنوعه اللي كنوجدوا في فصل الصيف، في الجو اللي كيكون الصيف شويه مجهد وحار. كتكون عنده واحد الدور كيبرد على الجسم وكيقلل حتى التعب والارهاق. ومن بعد ما ساليت من التقطاع ديال الفريز، ضفتو الخلاط الكهربائي. ودابا غادي نقطع حتى حب الملوك عفوا او الكرز. وهنا غادي نهضر لكم شويه على الفوائد ديال حب الملوك او الكرز، اللي هو من افضل الفواكه اللي كتليق بزاف الناس ديال مرضى السكري، وهو غذاء في نفس الوقت ودواء. وبالنسبه حتى للناس اللي كيبغوا يخسوا الوزن، يعني انقاص الوزن، فهو مفيد بزاف ليهم. اللي كيبغوا يخسروا الوزن كيساعدهم بزاف. وبالنسبه حتى للناس اللي كيكون عندهم الجرثومه ديال المعده، وكيكون عندهم الامساك وحتى الالم ديال القولون العصبي. وهنا ضفت كل شيء، يعني العناصر الخلاط الكهربائي، وضفت عليهم حتى العصير ديال البرتقال. ومن بعد غادي نضيف عليهم حتى السكر سنيده. كيف ما كنقول لكم ديما، السكر كيبقى على حسب الذوق. يعني هنا ضفت معلقه حتى لجوج ديال السكر سنيده، بما انه العصير ديال البرتقال كيكون حلو. وكان هذا هو العصير ديال اليوم والفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. وكيف ما كنقول لكم ديما، بما انه كتجي الفرصه خصنا نستغلوها، بما ان الفواكه، بعض الفواكه اللي كتكون موسميه، نستغلوها ونوجدوا عصائر اللي كتكون هي صحيه ولذيذه. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.